بسم الله الأمير، خليني أذهب إلى لقاء كنا قد أجريناه معك لحظة استلامك للهلال. قلت بأنك تحلم أو تأمل بأن تنشئ استادا رياضيا للهلال. قلت بأنك يعني أول شيء تتمنى أن تفعله في الهلال أن تكون مرتبات لاعبي الفريق في حساباتهم نهاية الشهر. أبروح أول شيء للرواتب. لديك الآن سمو الأمير 5 أشهر للعاملين و3 أشهر للاعبين متأخرة. ما السبب في ذلك؟ ما الذي حطم الأمل؟ بالنسبة للاعبين أؤكد لك، والمحترفين والمدربين والأجهزة الفنية، ما في أي شهر متأخر. المتأخر للاعبين هو بس مكافأة التأهل لدور الثمانية من كأس آسيا، وهذه طبعا ما صار لها إلا أسبوع. هذا الشيء. بالنسبة لما ذكرته عن العاملين، فعلا في العاملين في النادي لهم 3 أشهر متأخرة، وهذا الشيء ما أقدر أنكره، ولكن إن شاء الله خلال الأسبوعين القادمة سأحل هذه المشكلة بإذن الله. نعم سمو الأمير، قلت للاعبين بأنكم ستستلمون مبالغ لم تدفع لأي بطولة سابقة في الهلال، يعني قبل الدوري لما جابوا الدوري تفاجأوا بأن جمعت مكافآت الفوز وسلمت لهم، وأن أيضا الرقم الذي سلم لهم كانوا قد استلموا أكثر منه سابقا. هذا الكلام ما هو صحيح بتان. اللي حصل أن أنا اجتمعت مع جيرتس بحكم أنه هو المسؤول، وسألته عن رأيه في نظام المكافآت. فقال لي، قلت له احنا قدامنا خيارين، يا اما ان احنا نعطي مكافأة مجزية على نهاية الدوري اذا حققوا الدوري، لان احنا جربنا العام المكافآت المجزية خلال الموسم ولم ناخذ الدوري، او انه انت ايش تشوف؟ فقال لي انا ارجوك ابغى اعمل نظام للمكافآت بالشكل الاتي. قلت له ما هو؟ قال لي انه تكون المكافأة تصاعدية، يعني مثلا اول مباراة 3000، ثاني مباراة 6000، ثالث مباراة 9000، 12000، بعدين 24000، بعدين 48000، بعدين ترجع ل 3000 مرة ثانية. جميل. لما تجمع هذه تحفز اللاعبين على الفوز بالتصاعد وجلب النقاط. هذه كانت وجهة نظره، وفعلا آتت أكلها في التحفيز. جميل. لما تجمع المبلغ كله على بعضه يطلع مبلغ كبير لم يسبق لهم أن أخذوه كمكافآت على أي بطولة. فمعناها أنه كلامي تحقق. أنا لم يحدث أبدا أن وعدت اللاعبين بمكافأة مقطوعة للدوري الموسم هذا تحديدا وأخلفت بوعدي. بالعكس، أقريت بالمكافآت اللي أقرها جيرتس وأعطيتهم إياها كما اتفق عليه. طيب، اللاعبين اللي جددوا في ولايتك أو في السنة الثانية من ولايتك الرئاسية حتى الآن لم يتسلموا مبالغهم: ياسر القحطاني، عبد الله الزوري، عبد العزيز الدوسري وآخرين. كل عقودهم لم تستلم. ياسر كان معنا قبل شهر وقال ذلك. صحيح، بس أنا أقول لك على شيء. أنا أدعوك أنك تكلم الزوري والدوسري وجميع من ذكرتهم وتسألهم إذا كانوا استلموا عقودهم ولا لا. استلموا عقودهم، هذه حقيقة لازم تكون واضحة. فيما يتعلق بعقد ياسر، يستحق في 12 جولاي. نعم. لأنه أنت لا تنسى أنه هو عقده مستمر. احنا جددنا معاه 4 سنين من نهاية عقده اللي ينتهي الآن. نعم. طيب، فمقدم عقده مكتوب في العقد 12/7 يستلم مقدم العقد، وما في أي تأخير على ياسر. بالنسبة للدوسري والزوري استلموا عقودهم؟ استلموا عقودهم، ونامي وكل اللعيبة اللي لهم عقود استلموها. جميل. تستطيعون طيب. أن تسألوهم، عندكم مصادركم يعني. جميل. طيب سمو الأمير، قلت ستبني استاد للهلال والدراسة، وأنك يعني في صدد التعاقد مع مكتب لعمل دراسات جدوى والترتيبات اللوجستية. يعني حتى الآن مضى عامين. الملف هذا في يد الأمير عبد الله بن مساعد. ومن أول يعني هي كانت فكرة الأمير عبد الله بن مساعد أيضا. وعبد الله بن مساعد أنا أثق جدا، والهلاليون يثقون في قدراته على إنشاء الأمور الاستثمارية والأمور اللي من النوع هذا. جميل. اللي عرفته من الأمير عبد الله وهو اللي يعني موكل الملف، أنه هذا يعني خلال الشهرين القادمين سيبت في هالموضوع بشكل نهائي. هو موضوع أصعب مما كنا نتخيل. جميل. طيب سمو الأمير، بعد قرار 26 لاعب للفريق في الكشوفات في الموسم المقبل إضافة إلى 4 محترفين غير سعوديين،
ماذا سيفعل الهلال بالكم الكبير من اللاعبين لديه؟ بالتأكيد أن احنا يعني هذا القرار سيجبر الهلال وغيره على تقليص اللاعبين، على الاستغناء عن اللاعبين بإعارتهم أو بيع عقودهم أو عمل مخالصات مع من لا يأتي له عروض. فبالتأكيد لن يبقى في القائمة إلا من يرى الجهاز الفني بأنه يحتاجه في الفترة القادمة. نعم. وبالتالي ربما تكون بعض القرارات المؤلمة واجب اتخاذها يعني. نعم. سمو الأمير، جددتم مع محمد الدعيع؟ محمد الدعيع جددنا معه نعم، ولكن نعم. إلى الآن محمد الدعيع تصرف ربما يكون غير احترافي، ولكن أنا أقدر له إياه الحقيقة. ذهب إلى مسؤول الاحتراف الدكتور عبد الله البرقان وقال له أعطيني ورقة هذا يعني أعطيني ورقة عقد ووقعها بالمرتبات فقط. طيب سمو الأمير، جيرتس لم يكن بالمرتبات الشهرية، وقال جيرتس لم يكن موافق. سمو الأمير، جيرتس لم يكن موافق على تجديد عقد الدعيع. ما هو صحيح بتال، يقول لا أريده في الموسم المقبل. لا ما هو صحيح، ما قال كذا. ربما ما يلعبوا الموسم القادم، ربما ما أدري عن الرؤية الفنية له، بس على العكس أنا أؤكد لك أنه جيرتس علاقته بمحمد الدعيع ممتازة، ويستعين فيه في توجيه رسائل للاعبين ومعطيه قيمته كقائد للفريق. طيب إذا الناحية الفنية مين يلعب مين ما يلعب هذه لا تعكس عدم اهتمام جيرتس طيب رئيس النادي، يعني أنا ما أدري مين بيلعب السنة الجاية. أنت رئيس النادي سمو الأمير، تخرج في تصريح وتقول الدعيع بكيفه يعتزل ولا لا يعتزل؟ يعني كيف يكون رأي المسؤول الأول أنه بكيفك تبغى تعتزل ولا تعتزل؟ يعني هذا أنا شخصيا فهمته بأنه إيحاء للدعيع أنا اعتزل، يعني لو كنت متمسك فيه ما تقول له اعتزل. لا بتال لا تقول كلام يعني تأخذه من سياقه وتحطه على أنه حقيقة مسلمة. أنا سئلت الدعيع بيعتزل، قلت من يحدد قدرته على البقاء في الملاعب من عدمها هو محمد الدعيع، والكمالة الجملة كانت أنا شخصيا أتمنى أن أرى أن يوفقنا رب العالمين في الاستحقاق الآسيوي ونستطيع بعد بذل الأسباب أن احنا نوصل للنهائي، وأنه إن شاء الله ربي يكرمنا ومحمد الدعيع يرفع كأس آسيا. هذا الكلام اللي قلته. طيب مهم لا يؤخذ شق ويترك الشق الآخر. مهم عندك أن الدعيع يبقى في الموسم المقبل بالنسبة لك؟ لا أنا بالنسبة لي يعني إذا كان يعني لو تتأكد، لو المدرب قال ما أبغى الدعيع سأبلغ الدعيع بهذا القرار، لن أحرج الدعيع، تأكد من هذا الأمر.